والروح القدس الإله الواحد أمين. في الصوم الكبير الكنيسة عينها على المسيح وعينها أيضا على عمله فينا في تجديد الإنسان الداخلي. وربنا يسوع المسيح في تجديد الإنسان صنع ملكوتا، لأن كان الملكوت هو كل ما هو مقدس، وكان الإنسان يحيا في القداسة في الفردوس، ثم كسر هذه القداسة وكسر الوجود في الملكوت حينما اختار أن يسمع للغواية ويسقط وأخطأ وفسد. فكان عمل الله في العهد الجديد هو عمل الملكوت. عشان كده يوحنا المعمدان لما كان يبشر بمجيء المسيح قال لهم توبوا لأنه اقترب ملكوت الله. وجاء المسيح وتكلم عن الملكوت، وهو أن يملك الله ويملك في الداخل. عشان كده الكنيسة كانت بتقول لنا في الصوم الكبير هو مرحلة تجديد النفس ومرحلة أيضا الدخول في شركة الملكوت. ففي الأسبوع الأول تختار الملكوت، ولا أنت مش في بالك قصة الملكوت؟ يعني أنت اتولدت ثم بدأت في الوجود وبدأت في النضج. هل اخترت وأنت تحيا على الأرض وأنت تدرك الوجود في المسيح الملكوت، ولا مش في بالك القصة؟ فالأسبوع الأول أسبوع الاختيار، أنت اخترت إيه؟ وتيجي الكنيسة تقول وأنت بتختار الملكوت هيكون في حروب للشيطان علشان تجذبك خارج الملكوت، كما أن الشيطان جذب الإنسان الأول خارج الفردوس وخارج الملكوت سيحاول أن يجذبك أيضا. فالأسبوع الثاني التجربة وعمل الشيطان ضد كل ما هو ملكوت الله. والأسبوع الثالث حينما يفقد الإنسان الملكوت وهو الابن الضال. أحيانا نرى ونظن أن مشكلة الابن الضال هي مشكلة خطية وتوبة، ونحصرها بس في فكرة الابن الضال هو الابن التائب. ولكن الحقيقة الموضوع أعمق بكتير. قضية الابن الضال أكبر من مجرد توبة، وأكبر من مجرد سقوط في خطية. فالمشكلة الكبيرة ما كانتش في السقوط في الخطية بقدر ما كانت هي التغرب عن الملكوت. حينما اختار الابن أن يأخذ ميراثه ويبتعد عن أبوه، هو اختار التغرب عن الآب، اختار أن ينتمي إلى كيان آخر غير كيان أبوه. ودي الغربة عن المسيح حينما يكون كل ما في حياتك ليس فيه الملكوت. الغربة عن المسيح حينما يكون اختياراتك كلها اختيارات خارج المسيح. حينما تأخذ الميراث، والميراث ده هو الحياة. حينما طلب ميراثه من أبوه، هو طلب أن يأخذ حياته بعيدا عن أبوه، يتغرب عن أبوه. وتنشأ الغربة من أسباب كيانية. حينما يكون الداخل فارغ، حينما تكون النفس فارغة، أو حينما لا يجد الإنسان الشبع، أو حينما يكون الإنسان ليس له رؤية في الحياة. يعني أحيان كتير تسأل شخص أنت عايش ليه؟ يقول لك مش عارف، أنا باكل وبشرب وبنام خلاص. أنت بتعمل إيه في الحياة؟ يقول لك مش عارف ومش عايز أعرف. وأحيانا نتيجة انعدام الرؤية يدور الإنسان في فراغ، وأحيانا الإنسان ما يبقاش عميق في الداخل، هو مش عارف هو عايز إيه، ومش عايز كمان ياخد قرار جديد في حياته،
أوسطينوس يقول: لقد خلقتنا متجهين إليك يا الله، لذلك تظل نفوسنا قلقة حتى تجد راحتها فيك. لما تشوف العالم اللي اللي فيه صخب و- واللي بياخد مخدرات واللي بيحاول انه ينسى، تبص على هذه الخليقة تقول هي عايشة ليه؟ كم الصخب، وتحس انهم خليقة متغربة عن ذاتها. عشان كده قضية الابن الضال هو قضية التغرب عن الملكوت. حينما اختار أن يبتعد عن وجوده في ملكوت أبوه، خرج وصار غريبا، فأكلته السباع والتهمته الخطية. وفي 3 مشاهد، هم 3 مراحل في حياة كل من يتغرب عن الملكوت. المشهد الأول اختلاط المفاهيم والغربة من الداخل. يعني الابن كان يرى أن سعادته خارج أبوه، وأحيان كتيرة تيجي على بعض الناس شعور ضيق في الوجود في المسيح، ضيق في الصلاة، ضيق في الصوم، ضيق في القداسات، ضيق في الكتاب المقدس. يشعر بضيق لأنه متغرب عن الملكوت. وتختلط المفاهيم حينما يظن الإنسان أن التحرر من الوصية والتحرر من الوجود في المسيح يعطيه سعادة، بل يظل يدور يبحث عن الشبع ويبحث عن السعادة، وفي النهاية خالص لا يجد السعادة. يقول القديس أوسطينوس: في كل مرة أبتعد عنك أسقط في العدم والفساد. الإنسان أصله بيتولد صفحة بيضة، عنده استعدادات جينية ووراثة، ولكنه في النهاية بريء، بلا إدراك، بلا شعور في أيامه الأولى. ثم يدرك أن الشبع في أمه، وأن العاطفة التي يأخذها في الحياة في أحضان أمه. ثم يكبر ويجد أن ذاته في الخروج من هذا المجال، ويبدأ في البحث عن الذات، ويبتدي صراع وجودي يبحث عن ذاته وإشباعه. فإما أنه يجد الوجود في المسيح فينضج نفسيا وروحيا في نفس الوقت، أو أنه يدور في دائرة مفرغة زي الابن اللي كان ينظر إلى وجوده خارج أبوه في سعادة، فدار في دائرة كلها سقوط وفساد. تتسرق الأيام يوم ورا التاني وسنة ورا التانية، وينظر الإنسان على حياته كلها يجد أنه ما عملش شيء. فيقول سفر الجامعة كده: رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس، فإذا الكل باطل وقبض الريح. يقول: كرهت الحياة لأنه رديء عندي العمل الذي عمل تحت الشمس، لأن الكل باطل وقبض الريح. كره الحياة لأنه شايف كل شيء بلا معنى. علماء الاجتماع لاحظوا ملاحظة غريبة أوي، أن بعد كل مرحلة حروب عنيفة وفيها إبادة تيجي مرحلة فيها فساد أخلاق. يعني بعد الحروب الكبيرة اللي فيها إبادة الشعوب، المناطق اللي حصل فيها دي يتولد أجيال ما عندهمش أخلاق. ليه؟ هم بيشعرون أن الحياة ملهاش معنى وأن الموت قريب، فيبدأوا في الشعور بفقدان معنى الحياة، فينغمسوا في اللذة أكتر. يقول عالم النفس والاجتماع اسمه إريك فروم
يقول شخصياتنا أعدت للمقايضة. يعني الإنسان في الحياة بيتكلم عن بعيد عن ربنا، بيتكلم في العموم، يعني أعدت للمقايضة، مقايضة بين الذات والاستهلاك، حتى صار كل شيء مقابل الاستهلاك مقابل الحياة. يعني تاكل عشان تعيش، وتجري تلف طول الحياة عشان تعيش، فأنت بتستهلك شيء عشان تعيش. وفي النهاية يجد الإنسان إنه كل شيء بلا معنى، يحاول إنه يشبع ومش يشبعش، يحاول إنه يدرك المعنى والوجود وما يدركوش، لأن الاغتراب في الداخل، في اختلال المعايير. الوجودية الملحدة زي سارتر وزي ألبير كامي وزي ماركس، كان فكرهم كله هو إنه الشبع في المادة، والحق هو إنه يضع الإنسان مش الله، وإن الخير الإنسان هو اللي يصنعه مش الله. في النهاية لم يجد كل هؤلاء السعادة. سارتر يقول أننا محكوم علينا بالحرية، يعني كأن الحرية هي شيء حكم على الإنسان. يقول الإنسان يعيش شهوة بلا معنى، يعني عايش حياة يشتهي الحياة بلا معنى. الانحصار في الذات وعدم الوجود في المسيح يشعر الإنسان بأنه ماذا بعد؟ يعني إيه؟ يعني المسيح عمل الحياة معنى، قوة. ليه؟ لأن ما خلاش الحياة هي بس محصورة في اليوم، في أبدية، في سماء. زي ما قال بولس الرسول: خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. نحن غير ناظرين الأشياء التي ترى بل الأشياء التي لا ترى. الحب معناه إيه؟ خارج المسيح الحب شهوة، وخارج المسيح الحب أخذ وعطاء. في المسيح الحب بذل. خارج المسيح اللذة هي التي تحكم السعادة. في المسيح السعادة في أن تقدم ذاتك حتى ولو ذبحت لأجل المحبوب. يقول كده ماري بوتر في رسالته الأولى: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، الانغماس في الشهوة بس تحارب النفس. بيقول بولس الرسول في كورنثوس الثانية 5:8: نحن مستوطنون في الجسد متغربون عن الرب. السيد المسيح قال مثل رائع، يقول: كان واحد أخصبت كورته، فقعد يزود يزود يزود، وفي الآخر قال: يا نفسي كلي واشبعي، لسنين طويلة. جاله صوت قال له: يا غبي، اليوم تؤخذ نفسك منك، ما فعلت، ما أعددت لمن يكون. أمر أنطونيوس يقول: نحن قاطنون في موتنا، مقيمون في بيت اللص، مربوطين برباطات الموت، لذلك قدموا ذواتكم ذبيحة حية. سارتر اللي كان بيرفض وجود الله كتب رواية اسمها الشيطان والله. كتب فيها كده، هو بيقول على لسان البطل، بس ده فكره. بيتكلم عن الله، هو مش موجود، فماذا بعد؟ ايه بالظبط؟ فيقول: ايها الليل القديم الكبير الازلي، ليل التعاسة، تعال وافترس جسدي القذر، ادخل بيني وبين نفسي لتأكلني. هو مش شايف وجود ومش حاسس بأنه له قيمة حقيقية. المشهد الأول التغرب، يشعر الإنسان خارج الله أنه لا شيء، وأن كل حاجة في عدم. المشهد الثاني بقى حينما يدرك الإنسان هذا، ولكن عنده أساسيات الحياة الروحية، يعود من جديد. مشهد الابن الضال وهو قاعد مع نفسه، يقول: كم لأجير عند أبي يأكل ويشرب، وأنا هنا أشتهي أكل الخنازير ولا أجده، أقوم إلى أبي. بس هو
قال أقوم لأبي وهو فاهم كويس إن مفيش حل غير في أحضان أبوه، إن الصلح على نفسه يجي من الصلح على أبوه. يدرك إن فرصة الوجود والخلاص فقط عند الآب، عند المسيح، إن في أحضان تنتظره تنتشل من الغربة ومن الموت. يقول كده المسيح هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك. ويقول بولس الرسول في المسيح سيحيا الجميع، الذين هم في المسيح خليقة جديدة. إذا أدركنا أن الصلح على نفوسنا التي فيها صراعات داخلية يبدأ بالتوبة والرجوع للمسيح، نرتاح. يقول كده ماري بطرس في رسالته الأولى 2:24 الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة. يقول بولس الرسول هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم. يقول المسيح إن عطش أحد فليأتي. ويقول في عاموس 5:8 يحول ظل الموت صبحا. ويقول بولس الرسول في تيموثاوس الثانية الذي أبطل الموت وأنار الحياة والوجود. ويعتق في عبرانية 2 يعتق أولئك الذين خوفوا من الموت كانوا جميعا تحت حياتهم تحت العبودية. يعتق الذين كانوا خايفين من الموت. ويقول مرة تاني في كولوسي 1 يقول الله بين لنا محبته إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. ويقول أن يصالح الكل لنفسه عاملنا الصلح بدم صليبه. احنا التوبة بتاعتنا جاية من إيماننا في كده، إن هو مش هيرفضنا، إن في كل مرة نسقط نقوم ونتوب يقبلنا، إن استحالة نجيله نلاقي أحضانه مقفولة، لأن استحالة نقول له أيها الآب السماوي احتضننا يقول لا خطاياك مقززة نفسي. عمره ما عمل كده، بل يقول أنا هو الطريق والحق والحياة. ويقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ويقول بولس الرسول الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت محبته. المشهد الأخير بقى هو ما بعد الرجوع، ما بعد الوجود في المسيح. يقول كده بكل فرح ادوا الحلة الأولى. فقدت إيه؟ بخطيتك والصراعات اللي فيك والموت اللي حسيته، فقدت ذاتك تاخدها من تاني. الحلة الأولى. فقدت إيه؟ مكانتك بالخطية. يقول ادوا الخاتم يرجع لك تاني. فقدت الفرح وأصبح نفسك حزينة. يقول اذبحوا العجل المسمن وهيا نفرح. يقول بولس الرسول في رومية 13 قد تناهى الليل وتقارب النهار لنخلق أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. الوجود في المسيح جديدا حتى ولو كل يوم، يعني حتى ولو بتسقط كل يوم قوم وروح له وقول له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك لست مستحقا أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد أجرائك. كل ما تروح له هتلاقي أحضانه مفتوح ويقول لك هاتوا له الحلة الأولى والبسوه خاتم في يمينه واذبحوا له العجل المسمن. لص عاش عمره كله في حياة فاسدة ونظر إلى المسيح في لحظة أخيرة بينما الموت ينازعه. نظر المسيح وقال له اذكرني يا سيد متى جئت في ملكوتك. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. نقول له ايه استنى بس. طب عمل ايه ده؟ يقول هو اعماله انه جالي وطلبني. ما حدش يجيله ابدا مهما كان حاله الا ويقبله. اليوم تكون معي في الفردوس. نقول له في الفردوس يحصل ايه بقى؟ يقول سيمسح الله كل دمع من عيونهم من يغلب اعطيه ان يجلس معه في عرشي. 3 مراحل النهارده: التغرب عنه
يؤدي إلى موت، ولكن قرار الرجوع والتوبة يؤدي إلى المرحلة المهمة، هي وجودنا في المسيح، حيث نجد أحضان نتصالح معه ومع أنفسنا، نخلص من خطايانا، وتعود لنا مرة أخرى الوجود في أحضانه. لإلهنا كل مجد وكرامة أبدا.